ما هو مش هيحط لك حليب ولا بيض ولا زبادي، التوميه زي اللي بتاكلوها في المطاعم واحلى. بس ما تنسوش اللايك والشير والكومنت، ولو ما اشتركتوش احب افكركم. بعد بسم الله هنبدا نجهز. معانا كوبايتين ميه وكوبايه من النشا، في اي حاجه واسعه وهندوبهم تمام. في طاسه او اي حاجه عندكم، وهنبدا نسوي على نار متوسطه، ونفضل معاها تقليب واحده واحده لغايه ما النشا يربط معانا. واول ما يستوي معانا ونوصل للشكل ده هنرفعه من على النار. هو مش هياخد معانا وقت كتير، يا دوب 5 دقايق. هنفضيه ونسيبه يبرد. مهم جدا ان احنا لما نيجي نشتغل بيه يكون بارد. ونخش على المرحله التانية. معانا نص كوبايه من الزيت وكوبايه ونص ميه تكون ساقعه جدا، وفي الخلاط وهننزل بنص كميه الزيت اللي معانا، وعليهم بنص كوبايه الميه، وخمس فصوص من الثوم، وثلاث معالق كبار خل. ونظبط الملح حسب الرغبه، انا ضفت معلقه ونص صغيره ملح. ونضربهم تمام لغايه ما التوم ينعم معانا ويبقى بالشكل ده. وننزل بنص كميه النشا على مراحل، ويا ريت نفتته عشان ما يكونش حمل على الخلاط. بعد ما نزلنا بنص كميه النشا وضربناهم، هنبدا نضيف كوبايه الميه اللي فاضله على ربع كوبايه الزيت، ونكمل وننزل ببقيه النشا واحده واحده علشان الخلاط. وبعد ما نعمنا الخليط تمام، هنيجي لاخر تركايه وهتفرق معانا كتير في الطعم عن اضافه عصير الليمون. هننزل بنص معلقه صغيره من ملح الليمون، وده المكون الاساسي لمزازه التوميه في المطاعم. ونديهم ضربه كمان، وممكن نساعد الخلاط بتقليبه عشان الخليط بيكون تقيل شويه. وبس كده، واوعدكم ان انتوا هتاكلوا احلى توميه في البيت بنفس التيست بتاع بره. وممكن نحتفظ بيها في التلاجة لمده اسبوع او 10 ايام ومش هيحصل لها اي حاجه. وبالف هنا عليكم. ولو لسه مكملين معايا يبقى شكرا كتير ليكم. وما تنسوش اللايك والشير والكومنت، ولو ما اشتركتوش احب افكركم. سلام.